كثير مننا يتضايق إن يكون في أكثر من إعلان لنفس العقار، وأحيانا يكون الموضوع مساء فيه وتجدها 20 مرة متكررة. فمؤخرا يمكن من شهرين ثلاثة، الأيام سريعة، قد تكون أكثر شوية قد تكون أقل، دائرة أراضي والأملاك مشكورة قننت الموضوع ده وخلت الموضوع حصري على 3 وسطاء لكل عقار مشابه. هتقولي يا ترى هم كيف قننوا الموضوع ده؟ كيف اصلا قدروا انهم يعني يقننوه من الاساس؟ هقول لك ببساطه، كل اعلان عقاري في دبي من كم سنه هذا الكلام يتوجب عليه اصدار تصريح اعلان، وتصريح الاعلان هذا يتوجب وجود عقد وساطه بين المالك والوسيط، سواء كان بهدف الايجار او بهدف البيع. وكانت هذه العقود عقود مانيوال، كتب كتابه. مؤخرا زي ما قلت من شهرين ثلاثه تزيد تنقص، دائرة الأملاك خلت الموضوع إلكتروني، والعقد الإلكتروني هذا ما يصدر إلا إلى 3 مرات لكل عقار. يعني اليوم وسيط تصدر عقد إلكتروني بسبب عقد الوساطة، اختصارا احنا نسميه فورم A، يصدر 3 مرات على هذه الوحدة بناء على سند الملكية اللي موجود عندك. فالسيستم ما يطلع أكثر من 3 عقود في نفس الوقت. إذا في عقد تكنسل تقدر تطلع عقد جديد. شاهد في القصة بهذه الطريقة خلت الدائرة انه الوسطاء او المالك يختار 3 وسطاء فقط انهم يقدروا يعلنوا على هذا العقار. وفي احد العملاء او المتابعين جاء عبد الله قال لي هل صحيح هذه المعلومة انه الوسيط او 3 وسطاء فقط يستطيعوا يشتغلوا على نفس العقار؟ فالجواب نعم، عن طريق هذه الآلية. وهذا كان جواب سريع ومعلومة سريعة حبيت أعطيكم هي، بحيث أنكم تكونوا على علم بالإجراءات المتبعة في سوق دبي العقاري لما تتعاملوا مع زملائي الوسطاء ومعاي أكيد بطبيعة الحال، لأن يمشي علي اللي يمشي عليهم. وكانت هذه كده فقرة سريعة لمعلومة، وكان معكم عبد الله عبد القادر. حاب تكون جزء من دبي أو عندك عقارات حاب تأجرها وتبيعها، تشتري جاهز أو على الخارطة أو من الأفراد، أو تستلم من المطور أو تديرها أو حتى تأثثها، هذه الطيف من الخدمات كله نقدمه. لا تنساني من اللايك والشير، ونراك على خير. سلام.